السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى إن شاء الله يا ربي أموركم كلها تكون بألف خير. فيديو اليوم يكون إن شاء الله على واحد الوصفة كتجي جد رائعة. هي وصفة ديال الملوي معمر أولا البوراك التركي، كتجي مقرمشة ولذيذة بزاف. نتمنى أن وصفة اليوم تنال إعجابكم، وما تنساوش تشجعوني بلايك وبالاشتراك إلا كنتم مشتركين في القناة، وندوزو نشوفوا الطريقة والمقادير على بركة الله. بالنسبه للمقادير ان شاء الله غادي نحتاجو بالنسبه للعجينه، عندنا تما كاينه نص كيلو ديال الطحين الفورس، درت معاه معلقه كبيره ديال السكر، نص معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، نص معلقه صغيره ديال الملحه. غادي ندير تقريبا واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون وماء دافئ للعجن. بالنسبه للعجينه ما خصناش تكون ما قاصحاش وما رطباش، فهي تقريبا فحال العجينه ديال المسمن، تكون مرخوفه شويه عليها باش كتجينا مقرمشه وزوينه. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. انا غادي ندلكها شي شويه، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، غادي نغطيها ترتاح وندوز نصاوب الحشوه ديالي. بالنسبه للحشوه فغادي نحتاج بطبيعه الحال درت الزيت باش غادي نشحر بصله متوسطه حتى غادي يدبل لها اللون ديالها. غندير شويه ديال الملحه، تقريبا نص معلقه ديال الملحه. بالنسبه للملحه فهي على حسب الذوق. نص معلقه صغيره ديال الابزار ابيض. بالنسبه للحشوه فهي اختياريه، ممكن تعمروها بشكل اللي بغيتو. انا اختاريت نعمرها بالخضره والكفته، ممكن ديروا الخضره والطون. درت هنايا واحد القرعه خضره، يا اما تحكوها، انا بالنسبه لي يعني طحنتها، يعني جات شويه طريفه صغيورين باش ما تجينيش باينه. درت واحد الورقه ديال سيدنا موسى، عندي واحد الجزره حتى هي حكيتها. انا كنخلي حتى كطيب ليا البصله ديالي مع القرعه مزيان باش ما يكونوش كيتغرززوا. عاد كنضيف خيزو لانه ماشي مشكل واخا يبقى عندنا شويه كيتغزغز كيجي اصلا زوين. غنضيف الكفته، من بعد عاد نضيف التوابل ديالي. عندي معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا، نص معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال الزريعه ديال القزبور،
شويه ديال الحرور بالنسبه اللي كيبغي الحار، راس المعلقه. غادي ندير شويه المعدنوس والقزبور مقطع، بعد ما وجدت ليا الحشوه ديالي وبردت تماما، فانا خديت العجينه ديالي قسمتها على 4. خديت واحد الكويره كيف ما كتشوفوا، فانا درتهم كبارين. غادي ندهنها مزيان بالزبده، وكذلك كنورقها بزيت الزيتون، بحال الا غادي نصاوب شي مسمنه كبيره. كنطويها نحاول نورقها مزيان باش ما يجينيش غليظ. يعني واخا تشوفوها تقطع لكم ماشي مشكل، لان خصها تكون مطلوقه مزيان باش كتجينا مورقه ومقرمشه في نفس الوقت. صافي غادي نبقى مستمره كيف ما كتشوفوا في الطريقه شارحه نفسها حتى غنكمل 4 ديال الحبات اللي عندي. اذا بعد ما ساليتهم كاملين فغندوز لاول وحده. غادي نحاول نبسطها بشويه ديال الزيت بلديه، زيت الزيتون. نحاول نضغطها على الجناب. غادي ناخذ الحشوه بطبيعه الحال تكون بارده باش ما تقطعش لينا العجينه ديالنا. غادي نستفها وندير معها كذلك الفرomage موتزاريلا. غادي نشكل واحد الخطوط كيف ما كتشوفوا، نخلي واحد المسافه ومن بعد غادي نشكل واحد الخطوط نقطعها. غادي نحاول نديرها بحال الحربور كيف ما كتشوفوا في الصوره. غنهزها ونحطها في الصينيه ديالي اللي راها مدهونه بالزيت. نعاود معكم واحده اخرى. كنركز على الجناب باش ما يجينيش مدقص، يعني يجيني مزيان، يجي مورق. نعاود ندير الحشوه ديالي كيف ما كتشوفوا، ندير فوق منها الفرomage. بالنسبه اللي ما بغاش يدير الفرomage ممكن ما يديروش. غادي نشكل الخطوط نلويه ونحطو
في الجنب ديال خوه، يعني ما غاديش نحط بيناتهم واحد المسافه كيف ما غادي تشوفوا معايا في الاخير. هنا انا ساليت 4 ديال الحبات ديالي كما كتشوفوا. ناخذ واحد الموس نحاول نقطعهم. بالنسبه للحجم فهو اختياري، ممكن تقطعهم كبر من هكاك، انا بغيت نديرهم هكاك صغارين باش كل واحد ياكل اللي في جهدو. غادي ناخذ واحد البيضه، غادي ندير معها شويه ديال صلصه الطماطم، شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلطها وغادي ندهنهم كاملين وندخيهم للفران يطيبوا ليا. ومن بعد ما طابوا لنا هما كيف ما كتشوفوهم. بالنسبه لدرجه الحراره فهي 200، شعلوها من التحت حتى تضمنوا انه طاب مزيان، من بعد عاد تحمروهم من الفوق. بالنسبه للتزيين فانا زيتهم شويه ديال الحبه السوداء والفرomاج. وهنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.